أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الفريق لم يتعافى بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه لن يلعب مرة أخرى مع الفريق إلا بعد كأس العالم. وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة قادج في الليغا: لم يتمكن بنزيما من مساعدة الفريق في المباريات الأخيرة، لقد حاول ولكنه لم يتمكن من التعافي من هذا الانزعاج الذي يشعر به. وأضاف: بنزيما لن يلعب مرة أخرى إلا بعد كأس العالم. وتابع: بنزيما يعطي الأولوية لكأس العالم على حساب الفريق منذ فوزه بالكرة الذهبية. بالتأكيد هذا ليس صحيح، لم يتمكن بنزيما من مساعدة الفريق، لكنه يحاول ويعمل بجد يوميا ليكون مستعد ذهنيا وبدنيا. الانزعاجات أثرت عليه منذ مباراة سيلتيك، ونحن لا نريد المخاطرة، هذا ما في الأمر. وأكمل المدرب الإيطالي: بنزيما سيذهب إلى قطر وهو لديه انزعاجات في ساقيه، هو لم يتعافى بنسبة 100% بالفعل، لذلك لا يشارك مع الفريق مؤخرا، سواء سيذهب إلى قطر أم لا، هذا الأمر سيعود إليه فقط، وهذا قراره الخالص. وواصل: تراجعت الحدة والتركيز لدى اللاعبين لأننا لعبنا العديد من المباريات مؤخرا، وهذا ملحوظ بشكل خاص مع الفرق التي لا تلعب في أوروبا. واختتم أنشيلوتي: إنه موسم غريب وشهد بعض الأشياء الجيدة وغير الجيدة، كنا نريد أن ننهي هذا العام ونحن في الصدارة، ولكن نأمل في أن ننهيه بشكل جيد غدا، لقد كانت سنة لا تصدق. أهلا وسهلا بكم متابعين قناة ترند رياضي، نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار نجوم كرة القدم أولا بأول.